الفريق بتاعها، فده في حد ذاته اسمه قمة الإنجاز، قمة الإنجاز وقمة حسن الاختيار منهم. هم فعلا 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 الناس دي أذكياء جدا جدا، يعني الناس الغرب دولت أذكياء جدا جدا جدا، وبيدققوا جدا جدا في اختيار أي حاجة في حياتهم. فقالوا لك إيه؟ قالوا لك ده مدرب فني جزائري فوق العالمي، كسب المغرب بطولة كاس العالم سنة 22، والبطولة بتاعت كاس افريقيا خلاهم يكسبوها. وفي نفس الوقت الراجل ده في تطورات رهيبة في المغرب، والمغرب ما بيتطورش وما بينجحش الا من خلال هذا الرجل والخطط بتاعته، ويعني الحاجات اللي هو بتبقى في دماغه عامة وخططه الناجحة اللي بيقدمها للمغرب. فقال لك ايه، احنا هنستفيد منه، يعني لان بصراحة احنا غيرنا من المغرب ما شاء الله بيفوز بكل شيء، والبطولة النهائية كمان هم متوقعين انها تكون من حليف وحظ المنتخب المغربي. وده كان اكبر خبر عظيم وفخر للعالم كله للكابتن وليد الرجراجي المدرب الفني المحترم اللي مخلينا نشعر بالفخر تجاههم. اضحك بقى على تعليق الاعلام الجزائري. الاعلام الجزائري يا جماعة طالع مفروس ومن كاد وفاضل سنتي كده ويروحوا يولعوا في كل مغربي. تخيلوا وصلت بيهم الدرجة لايه؟ قالك ايه؟ قالك مين ده اللي ريال مدريد طالبينه عشان يدرب فريقهم؟ يعني وسعت منكوا قوي، مش لاقيين الا وليد الرجراجي، احنا شايفينه عادي جدا، شخص يعني مش القيمة والقامة اللي انتوا رسمينه في خيالاتكم واللي هيحقق لكم انتصارات. هي ده الراجل ده بتيجي معاه صدفة، بتيجي معاه بالحظ. احنا مش شايفين ان انتوا احسنتوا الاختيار. يعني تخيلوا بيكلموا بتوع ريال مدريد وبيقول لهم كده، احنا شايفين ان انتوا ما احسنتوش الاختيار ولا حاجة زي ما قلتوا، وده شخص عادي جدا جدا، وان كنتوا شايفين ان المغرب بيكسب عفوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذا الرجل، فانتم اخطأتم. المغرب بيكسب بالكولسة وبالحظ وبالتحكيم. شوفوا كمية الاستهتار والظلم يا جماعة قد ايه علنا، شوفوا كمية الاستهتار وشوفوا كمية الحقد الدفين علنا. الناس دي ناس لا تفقه شيء عن الأدب ولا الأصول ولا التربية. الناس دي صامتة تماما عن قول الحق. لو واحد منهم يخرج ويتكلم ويقول الحق ويقول فعلا كابتن وليد الرجراجي ده من أحسن المديرين الفنيين على مستوى العالم. لكن انما ازاي الاعلام الجزائري لازما يتدخل، الاعلام الجزائري لازما يحط التاتش السيء بتاعه، الاعلام الجزائري لازما يطلع باخباره الزائفة ويرد بكل بجاحة ويقول لك لا، كابتن وليد الرجراجي احنا شايفينه شخص عادي جدا جدا وما يستحقش ان بتوع ريال مدريد يطالبوا ان هم يدربوه، يخلوه يدرب المنتخب بتاعهم، وانه بيكسب بالحظ وخططه ماشية كده بالبركة. يعني انا مش قادرة اوضح كم الحقد والغل اللي في قلوبهم قد ايه، لان لو احنا قعدنا يا جماعة لحد السنة الجاية مش هنكفي اللي في قلوب الجزائريين من غل وحقد. طيب ليه ما بتقولوش كلمة الحق؟ ليه ما بتطلعوش وتقولوا كلمة الحق؟ يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو حتى انتوا ما بتسكتوش. يعني المفروض أو سمعتوا خبر زي ده انتم مالكم؟ ايه دخلكم؟ ايه اللي دخلكم ومين طلب رأيكم أصلا؟ يبقى اذا ان انتم مش طالعين الا انكم عاوزين تسوقوا من صورة المغرب امام العالم، عاوزين الناس تستهتر بالمغرب زي ما بيستهتروا بيكم، عاوزين الكل ينسى ان في فرقة الواحد بيفتخر بيها سواء للناشئين او للكبار،
ان هم المغاربه اللي مشرفين العالم. ده العالم كله دلوقتي بيقف مهابه واحتراما للفرقه المغربيه، سواء للناشئين او للكبار. ادائهم محترم، خطه تكنيكيه عالميه، مدرب فني راسم اتجاهاته وخططه صح، عارف هو بيعمل ايه، لعيبه عندها يعني تعاون رهيب في الملعب. مش زيكم انتوا بتخافوا، بيحصل يعني في اللعيبه توتر، اللعيبه حاسه انها داخله الملعب كانها داخله يعني مرتبكه. المغاربه ما عندهمش الكلام ده يا حضرات، المغاربه عندهم عقليه رياضيه فنيه بحته. فبلاش تطلع وتتكلم وتقول جت مع وليد الرجراكي بالصدفه، او ان انتم اخترتوا الراجل الغلط. الراجل ده راجل محترم ويحترم، وكل من يقف امام المملكه المغربيه او اي حد يمت بصله للمغرب سنقف له بالمرصاد ونرد عليه بكل قسوه، ونرد ونقول له كلنا بصوت واحد: اللهم ابعد الحاقدين والحاسدين عن المملكه المغربيه. بالله عليكم اشتركوا في القناه وما تنسوش تفعلوا اختكم زر الجرس. اخواتي حطوا لي اللايك، فضلا وليس امرا، صلوا على سيدنا.